بسبب عدم تلبية طلباتها من زوجها قررت الانتقام بطريقتها. بنتكلم قصتنا اليوم عن قصة ليلى في مدينة حائل. كان في وحدة اسمها ليلى في عام 2002 كانت تعيش في إحدى القرى الشمالية في حائل بالمملكة العربية السعودية. ليلى متزوجة من ريال من أهل البادية يعيش على بيع وشراء الأغنام والرعي في البر، ويسكنون في قرية على حدود حائل، وكان ما عنده وظيفة ولا معاش تقاعدي. بس للأسف ليلى ما عيبها الوضع وطلباتها كثرت، والريال ما عنده علشان يصرف عليها، ويقولها صبري علي لين تتحسن الأمور. وقالت له في يوم من الأيام إنها تريد تنتقل من القرية وتعيش في بيت في وسط المدينة. رد عليها وقالها إن وضعه صعب، ومن تزوجها وهي تعرف إن وضعه بسيط وما عنده دخل عالي، وإنه عايش بعد فضل الله سبحانه على الرعي. الخلافات كانت مختلفة ومتكررة يوميا، إلى أن يوم من الأيام قررت ليلى إنها تنهي هاي المشكلة. انتظرت لين ما دخل زوجها البيت في الليل بعد يوم طويل وشاق من العمل. كانت ليلى تنتظر ومعاها للأسف سلاح. أطلقت عليه طلقتين كانت كافية بالقضاء عليه، فسحبت جثته وحطتها في السيارة. وكانت تعرف السوق في البر لأن زوجها كان يعلمها، كانت تروح جهة الأغنام وترجع، كان يعلمها لوقت الضرورة. حطت جثته عدالها في السيارة ومشت المسافة لين طرف الجرف المؤدي للوادي، وولعت في السيارة وخلتها لين ما تنزل في بطن الوادي، وكلت النار السيارة كلها. ورجعت البيت وكأن ما سوت شيء أبدا، وبدأت تسأل وتدور عن زوجها، وقدمت بعد بلاغ رسمي في مركز الشرطة، وبدأ التحقيق معاها ومع غيرها، وما لقوا أي أثر لا على جثته ولا على سيارته، والبحث اقتصر على موضوع البلاغ فقط، والريال مفقود. وشافت ليلى أن الموضوع وصل للنهاية، وبعد شهرين قررت أنها تروح لنفس المكان اللي خلت فيه السيارة وولعت فيها علشان تتأكد بأن ما في أي حد شاف الحريق. وفعلا لاحظت أن السيارة موجودة ومكانها مو بواضح للناس والمارة، ونزلت وتتفاجأ بأن جثة زوجها اللي بداخل السيارة ما تفحمت بالشكل اللي هي تباه، كان محترق منه أجزاء، وأجزاء ثانية مايتها النار. فقررت إنها تخفي الجثة وإن ما في حد يكشفها، وتسحب الجثة وتجيب بالسيارة وتاخذها لمنطقة صحراوية قريبة منه، وتنزل الجثة على الأرض، وحفرت له حفرة وحطتها داخل الحفرة مرة ثانية، وشبت على البنزين وولعت فيه. انتظرت لين ما تفحمت الجثة بالشكل المطلوب اللي يرضيها طبعا، وبعدها قامت ودفنته. في هالأثناء كان في شخص يراقب كل اللي يصير، بنتها، واللي كان عمرها 16 سنة. بنتها من زوجها الأول اللي اتطلقت منه وتزوجت هذا الريال الضحية، وعاشت بنتها معاها. بنتها هاي من شهرين يوم كانت الأم تدور على زوجها وتقول إنه مفقود، البنت كانت مصدقة الأم، بس الحين طبعا اكتشفت إن أمها كذابة ونسوا الموضوع. وبعد شهرين يوم الأم قررت إنها تروح الوادي، قامت البنت وتبعت أمها، وشافت كل اللي سوته أمها، وشافت بقايا من جثة زوج أمها، وبدأت البنت تصيح وتنهار لين ما حست الأم عليها إنها شافتها يوم هي تدفن الريال. مسكت البنت وما بررت لها عن أسباب القتل، ولكن لعبت في مخها، وفوق هذا هددتها وقالت لها أنت ما عندك أم غيري، وإذا حاولت تبلغين الشرطة تبقين بلا أم ولا أب، وانتبهي لا أدفنك مثل ما دفنته. والبنت طبعا خافت وسكرت الموضوع وما فتحته نهائيا. وبعد فترة بعام 2002 لقوا على سيارة محروقة وما عرفوا القاتل أو مكان الجثة، لين عام 2006
بعد 4 سنوات. كان وقتها حايل مطرت أمطار غزيرة لدرجة إن ياهم سيل قوي، لدرجة إن السيل مر في مكان دفن الريال وطلع الجثة على سطح الأرض. وبعد ما وقف السيل بقايا من جثة الريال تمت واضحة على سطح الأرض، لين ما وصلوا رجال الأمن ورفعوها وسووا فحوصاتهم وعرفوا إن زوج ليلى اللي بلغت عنه. طبعا رجال الأمن ألقوا القبض عليها وضغطوا عليها بالتحقيقات لين ما اعترفت، وقالت إنها قتلته بطلقات نارية وخذته بسيارته وحرقته، وبعد شهرين خذته من مكانه لحفرة كبيرة وحرقته مرة ثانية ودفنته. وباعترافاتها قالت إنها قبل ما تطلق عليه النار حاولت إنها تقتله بالسم، وإنها فعلا حطت له السم وتسمم ومرض، لكن الله نجاه. وسألوها عن أسباب القتل، قالت إنه ما يلبي لها طلباتها وما يعطيها فلوس وما ينقلها من المنطقة. تم الحكم عليها في البداية بالسجن المؤبد، وبعد ما تم استئناف المحاكمة تم رفع العقوبة إلى القتل تعزيرا، وفي الاستئناف تم تأييد حكم الاستئناف بالقتل تعزيرا، وبالفعل تم تنفيذ حكم الإعدام عام 2009. أما بخصوص بنتها اكتشفوا إنها عندها علم بكل اللي صار وإنها تسترت على الجريمة. تم الحكم عليها بالسجن 15 سنة، وبعدين تم تخفيف العقوبة ل5 سنوات بالإضافة إلى 100 جلدة.